إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد الصيفي يتلو من سورتي التكوير والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يعود عليكم الايام بخير، وتكونوا كده سعادة وهنا وسرور دايما يا رب، وتكونوا دايما زايدين مش ناقصين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله يوم حلو كده. عملنا فطار خفيف وسهل وسريع. عملنا كوبايتين شاي كده وحبة قراقيش من اللي احنا كنا عاملينهم. عايزة أقول لكم تحفة كده، حاجة في منتهى الجمال. فطار خفيف كده يعني سهل بسيط. علشان بقى هنعمل شوية محشي كده، ايه حاجة كده تحفة. اللهم بارك زي العسل. هنعمل محشي بتنجان وهنعمل محشي كرنب كمان مع فرخية كده وهنسلقه. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. وادخلي معايا كده الفيديو، يلا لو ما حطيش لايك حطي لايك واشترك في القناة لو ما اشتركتيش. يلا نسمي بالله كده. اول حاجه طبعا جبت كرنبتين كده حلوين صغنطتين. طبعا الكرنب غالي جدا. هو يعني عشان الكرنب غالي مش هناكل كرنب؟ لا طبعا هناكل. الكرنب غالي والطماطم غاليه وربنا المستعان والفراخ غاليه. يلا اللهم لك الحمد يا رب. جبت الكرنبة كده وقطعتها او قورتها زي ما انتوا بتشوفوا كده قدامي. انا بقور اشيل الورق الاخضر واشيل ايه قلبها من جوه كده، وبسلق الكرنبة سليمة زي ما هي. اي ورق بيتفرفط معايا بحطها على طول في المية. بكون حاطة على البوتاجاز شوية مية، حلة فيها مية بتغلي، يعني مية سخنة كده، وشوية كمون وشوية ملح، وحط رشة سكر صغيرة. واقوم حاطة بقى هسلق الكرنبة بتاعتي، هتتسلق في منتهى السهولة. اول ما احس انها يعني استوت من الجنب ده اقلبها على الناحية التانية واشيل ورقة ورقة تطلع بمنتهى السهولة. ولا فرفط ورق بقى لوحده ولا شد واقطع في الكرنبة. الكرنب غالي مش بالسهل ان احنا نقطع فيه. خلاص بدأت ان انا اسلق فيه كده واطلعه زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. الكرنبة كانت عسل وكان مسكر وزي السكر كده. هنعمل ايه ويعني غالي؟ مش هناكل الولاد عايزين ياكلوا محشي، مش هنعمل لهم محشي. هنعمل بس جبنا كمان ايه بتنجان علشان نزود بقى المحشي، لان ما شاء الله انا جايبه الكرنبتين دول صغيرين كده. فعملت حبه محشي كده وحله محشي، وعملت كمان شويه بتنجان كده كانوا زي الزبده وزي السكر. احنا طبعا عملنا محشي كتير قبل كده مع بعض على القناة، وعملت بخلطة بالتفصيل على القناة قبل كده من اول ما عملت خلطة المحشي لحد لما سويته. فالنهاردة ان شاء الله انا مش هعمل خلطة معاكم او التسبيكة بتاعة المحشي معاكم، لان عملتها كتير قبل كده. تسبيكة المحشي العادية طبعا اللي احنا كلنا عارفينها وكلكم شطار وما شاء الله عليكم ستات بيوت محترمة وشاطرة. فانا بقدم لكم الروتين بتاع اليوم بتاعي. عملت التسبيكة على البوتاجاز وقورت الكرنب وسلقت الكرنب كمان، وبقى معايا جاهز زي الفل زي ما انت شايفه كده. همسك الكرنب بتاعي بقى هقطعه. طبعا انا بقطعه ازاي؟ بسيبه يبرد او بغسله بميه ساقعه من الحنفيه، وبعدين بشيل العنقود بتاعه او اسمها ايه اللهم صل على النبي. بشيل الحته بتاعته زي العرق اللي فيه ده كده بالسكينه، وبقوم لفه رول ورقة الكرنبة رول كده، واقوم مقطعاها زي ما انت حابة تقطعها مقاسات صغيرة، تقطعها على حجم كبير زي ما انت حابة. محشي متوسط حلو، يعني مش صغير اوي ولا كبير اوي، انا بحبه متوسط وحلو زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. الصوابع كانت صغنططة كده ومحندقة وزي العسل. قطعت الورق بتاعي بالكمية زي ما انت عارفة كده، زي ما انت شايفة ده انا بقطعه قدامكم اهوت بوريهولكوا. الحجم بتاعه يعني على حسب حجم الورقة، لو حجم الورقة كبيرة هتقطعها على كذا قطعة، لو الورقة صغيرة هتقطعها على قطعتين تلاتة. وهخلص بقى، وهخلص كل كمية بنفس الطريقة بالظبط كده.
وطبعا علقت على فرخة، انا كنت مصورة معاكم الفيديو بس التليفون كان الحامل اتكسر بالتليفون. زي ما قلت لكم بقى انا كنت جايبه فرخه كده وسلقتها معاكم، بس كنت عاملاها يعني مصوره كده، بس التليفون وقع بالحامل والحامل كان اتكسر، والحمد لله اللي جت على قد كده ان التليفون ما اتكسرش يعني. الورق معايا بتاع الكروم مقطعاه ومخلاه زي الفل اهوت. وتسبيكه المحشي بقى انا جهزتها وكنت مجهزاها، والخلطه وايه، وحطيت كله على بعضه كده. طبعا التسبيكه بتاعه المحشي اللي عملتها معاكم كتير قبل كده على القناه، إيه، واسهل منها مفيش، وكلنا عارفين تسبيكه المحشي ازاي. بس انا بحبها تبقى لونها حمرا كده وشويه، وبحط التوابل بقى، احط اهم حاجه احط السبع بهارات جميله بتخلي المحشي تحفه، واحط فلفل اسود وشويه ملح وشويه كمون وبس. واهم حاجه للمحشي يا جماعه راس توم كده، تجيبي راس توم كده حلوه وتدقها مع قرن فلفل حامي او شطه حامي، هيديك المحشي في حته تانية خالص. المحشي يعني توم، اهم حاجه التوم في المحشي. في ناس ما بتحبوش بالتوم، كل واحد طبعا حر، بس احنا عن نفسنا بنحب المحشي بالتوم، بيخلي ليه نفس وطعم وتحس انك بتاكلي محشي كده. التسبيكه بتاعتي زي الفل. طبعا الرز جبته وغسلته، وغسلت الخضره كمان وقطعتها عليه زي ما انت شايفه كده. وادي التسبيكه بتاعتي، ومعايا رز توم حلو زي ما قلت لك بقى كده ايه، بقرن فلفل سبايسي. وكونت حطيت المكونات كلها على بعضها او الخلطه كلها على بعضها، وقلبتها بقى حلو كده زي ما انتم شايفين، وبقى لونها بسم الله ما شاء الله زي العسل كده. شايفين لونها عامل ازاي؟ وجبت الحله بقى بتاعته، وجبت الورق الاخضر، وقمت الشاي في الحله كده. الخلطه معايا جاهزه وبقت زي الفل. هنبدا بقى نلف صوابع المحشي معانا. انا بحب احط افرش في حله المحشي كده من تحت الورق الاخضر، بحط اقطعه كده واحطه في الحله، وبعدين بقى ابدا ايه الف صوابع المحشي زي ما انت شايفه بقى. تلفها بقى رول صغير، تلفها زي ما انت حابه الخلطه بتاعتك او الصوبع بتاعك يبقى قد ايه. الصباع كان صغير ومقطع زي ما انت شايفه. على فكره الخلطه كانت حمراء وجميله، بس يعني الاضاءه هي اللي ظالمه شكلها. حبه محشي والله كان زي السكر وزي العسل، يستاهل بقك والله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. هخلص كميه المحشي بحرس الشكل كده زي ما انتم شايفين. كلنا طبعا عارفين المحشي بيتعمل ازاي، احنا مش تايهين، وكلكم شطار وكلكم صحاب بيوت زي السكر وزي العسل. خلاص هخلص كميه المحشي بحالها. عايزه اقول لكم النهارده ان التليفون بتاعي الحامل اتكسر ووقع بالتليفون، بس الحمد لله قدر ولطف يعني. التليفون اتشرخ كده، بس الحمد لله لقيت على قد كده. خلاص لفيت المحشي بتاعي كله زي ما انت شايفه، بسم الله ما شاء الله. شايفه حله المحشي عامله ازاي؟ المحشي ملفوف حلو، والصبع بصباعه، الحله موزعه. الحله دي من عوامل عشان بيكون معاكي حلو، تعرفي ان المحشي ده شكله حلو ومن المحشي وشكله الجميل. تفتح النفس كده. هو هنزود بقى العود بتاع المحشي العادي خالص بتاعنا. طبعا يا دوبك بنغطي المحشي اخر صفه كده من المحشي بتاع الكرنب، غطيها بس كده بالشوربه على اخر صفه، شويه ملح كده ايه على المحشي لو انت حابه تضيفي يعني كده، بس بيظبط لي المحشي في الحدق بتاعه ويخليه ايه ملحه مظبوط. انا عن نفسي بعمل كده. وهجيب البتنجان برضو واعمله نفس الطريقه بالظبط. إيه برضو هحط والبتنجان برضو بنفس الطريقه بالظبط. طبعا الشوربه معايا سخنه بتغلي زي ما انتم شايفين، وهنزل كده ايه يا دوبك الشوربه كده على نص البتنجان كده. برضو هزود شويه ملح وخلاص، وهتعلق على طول على المحشي. بص البتنجان اهوت مانيش مغطيه كله، وهم مغطيه على طول عليه وعلق عليه. طبعا كده المحشي معايا استوى بقى زي الفل، وهنكشف كده ونشوف شكله. بصوا الصباع عامل ازاي، اللهم بارك اللهم بارك. المحشي مفيش حبايه مفرفطه، مفيش رز طلع على وش المحشي، اللهم بارك. كانوا شويه محشي زي السكر. وعايزه اقول لكم ان انا حاطه في التسبيكه وانا بعمل الخلطه بتاعه المحشي او تسبيكه المحشي، حاطه حته ليا كده مخليه المحشي بقى خطير، طعمه خطير كده. انا طبعا ساقياها بشوربه فراخ، فانا قلت حطيت حته ليا كده ايه تخليها سمينه. بالذات المحشي بيحب ان يكون الشوربه دسمه، يعني تخليها دسمه كده وحلو. كانوا شويه محشي سكر سكر والله العظيم، اللهم بارك يعني. بألف هنا وشفا يا رب اللي كل، وبألف هنا وشفا كمان اللي شايف. يلا اللهم لك الحمد يا رب والشكر. غرفنا الاكل بتاعنا كده وزي ما انتم شايفين، ومحشي البتنجان كمان اللهم بارك عليه كان زي السكر والله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. شايفين الاكل وشايفين صباع المحشي، ما فيش صباع محشي مفتوح او مفروض، وكله صباع زي الصبع التاني، اللهم بارك زي العسل كده. محشي البتنجان كمان كان زي السكر وطعمه سكر ومستوي زي الفل. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون سهل وبسيط. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. واشوفكم على خير. ما تنسونوش كده في اللايك حلو زيكم كده، ولو تكرمتوا يعني، ولو ما حطوش لايك حطوا له لايك، وشيروا الفيديو بين اصحابكم يعني عشان الكل يشوف، واعملوا مشاركه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.